السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس محمود والحلقة رقم 5. ايه ده يا باشمهندس محمود؟ انت محسسني كده ان الموضوع سهل وموضوع مجرد حفر وبتاع. فين يا عم المراجع للكلام اللي انت حكيته واللي احنا حكيناه؟ طبعا حابين ان احنا نجيب النهاردة مرجع نتكلم فيه على النقط اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، وكمان نتكلم، احنا كنا بنتكلم عن الخط الرئيسي، فاحنا جبنا الجزئية الخاصة بالخط الرئيسي او الميل لاين. احنا قلنا في العادة ان احنا بنتكلم من متر لحد 150 سنتي. ده عمق الخط الرئيسي، وعلى حسب مكانه، لو في الطرق او في المنطقة الخضراء او المنطقة اللي هتتزرع ممكن يوصل ل 80 سنتي. هنا الماكسيمم او الحفر اللي احنا موجود هنا، او المواصفة اللي احنا جايبينها النهاردة بتتكلم على ان الماكسيمم هنا 1 متر من على وش التربة. تمام. ولو انت خدت بالك بيدي لازم يبقى عندك منطقة رمل محيطة، هتبقى محيطة بالميل لاين، وتبقى تقريبا حوالي 10 سنتي تحت و30 سنتي فوق البايب. تمام. وطبعا مع مساحة البايب، ولكن الثابت أنا عندي 10 سنتي تحت البايب رملة ناعمة، و30 سنتي فوق البايب رملة ناعمة. تمام. وبعد كده بيجيب معايا مسار الكابلات زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات، ان مسار الكابلات بيكون على طرف الحفر اللي موجود معايا. تمام. ودي الحاجة الكابلات اللي موجودة بالكنترول. طبعا سواء في كابلين او 3 كابلات، او عامة هو بيبقى كابلين، موجب وسالب، اي دبليو جي 12 او اي دبليو جي 14. تمام. وبعد كده بتحط شريط تحذيري للمواصفات اللي موجودة، يعني مكان فيه ميل لاين بس، يعني بايب بس، شبكة ري بس، ميل لاين لشبكة ري، بحط شي ميل لاين بس للتحذير على الورنينج تيب للميل لاين. طيب انا عندي ميل لاين وعندي كابلات، فلازم ابين الكلام ده في الكابلات. بعد ال 30 سم اللي فوق البايب ببدأ ان انا اضيف الردم العادي اللي موجود عندي، اللي هو بعمق 40 سنتي، او اللي باجي لو انت حفر على 120 او 130 بالمرة. واحنا موجودين الخط الليترال او الخط الفرعي لترين بيبقى موجود تقريبا في حدود نفس الكلام، 10 سنتي تحت رملة ناعمة، ويعني ومحيط بالبايب. يعني حافة البايب من فوق بتكون رملة محيطة برملة ناعمة. تمام. وبعد كده باقي الرمل بيبقى رد. تمام. ده باختصار المنطقة اللي أنا حابب إن أنا أوضحها ليكم. ونخش بقى على الحاجات برضو اللي احنا قلناها وعايزين المراجع بتاعتها. يبقى السرس بلوك، او لو عندي اتهات، او لو عندي الاكواع اللي موجودة عندي في الخط الرئيسي او الميل لاين. اول حاجة والحاجات اللي احنا بنركز فيها قوي وهي الخرسانة اللي موجودة حوالين او خلف التي. تمام. لازم ناخد بالنا جدا جدا جدا. انا لو عندي بايب بالمنظر اللي انتوا شايفينه هنا، تمام، البايب ده عندي عليه تي في الميل لاين، فلازم اعمل ورا التي ده سرس بلوك بالشكل اللي انت شايفه في الرسمة. تمام. بيكون مرة من 1 ل2 من حجم التيه. يعني لو التيه عرضها مثلا 30 سنتي، فال30 سنتي دي هتمشي معايا بمثلث زي ما انت شايف كده لحد ما يوصل 60 سنتي خلف. يعني تبدأ من 30 سنتي اللي هو قوة الحمل بتاع التي لحد ما توصل لضعف من 1 إلى 2. تمام.
والساوث بلوك زي ما انتوا شايفينه بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوا للبايبات وبنفس المقاسات اللي موجوده. طبعا في مواصفات او في البي كيو بتبقى في رسومات متفصله كمان اكتر من اللي انا جايبها النهارده. وكمان الالبو بنفس النظام بيبقى بشكل مثلث خلف الالبو، تمام، بحيث ان انت تكون متحكم شاطر في البايب اللي موجود معاك. طيب لو عندي اند كاب، تمام، بنفس النظام اخر الخط او الاند كاب او الطبة بضيف عليها السرس بلوك بالشكل اللي يكون ده الخرساني، بحيث ان انا اكون متمكن منها، تمام، للمناظر اللي انتوا شايفينها. ودي باختصار حابين ان احنا نجيب الجزئية دي معاكم. بالمرة بقى ان احنا هنخش في المواصفات دي، المواصفات السعودية، تمام. هنتكلم النهاردة كمان في جزئية المواصفات عشان لما اروح لمجموعة المحبس ما اضطرش ان انا ارجع للمنطقة دي تاني، تمام. المواصفة اللي موجودة عندي حاليا ان انا بخرج من التي لمجموعة المحبس وتركيب الفالف، الفالف والبوكس، تمام. هنا المواصفة اول حاجة حاطط لي بوكسين، يعني حاطط لي المحبس اليدوي في بوكس وحاطط لي المحبس الكهرباء في بوكس مع الفلتر، تمام. طيب انا لازم اخد بالي جدا جدا في حاجتين مهمين جدا. اول شيء عشان ابدا ان انا اشوف المواصفة بتاع المخرج، اولا المخرج بيطلع بشكل قائم من التيه، يعني تي بيطلع على كوع 90 درجة، تمام. وطبعا بيطلع معاه، لان احنا لسه من شويه جايلين ان المحبس الميل لاين بيبقى معاه كمان الكهرباء، بيطلع معاه كابل الكهرباء في سليف لحد ما يوصل لغرفه المحبس، تمام. ناخد بالنا جدا جدا ان هي غرفه المحبس لازم تكون بسوي طبقه النجيله من اول البراعم بتاع النجيله، يعني بدايه التربه، مش بداية وش النجيلة أو النجيلة الطويلة مثلا 3 4 سم، لا بيبقى وش التربة زي ما واضح عندك هنا بالظبط، تمام. ده بالنسبة لمستوى الغرفة، تمام. ليه؟ عشان لازم بتحسب ليه الحسبة دي عشان تبدأ تقطع، عشان تركب الكوع اللي موجود هنا، الكوع 90 اللي هو قبل المحبس اليدوي. لازم تقطع، لازم تبقى عارف ان في المحبس اليدوي والمحابس اللي بعد كده اللي هيكون في شكل مستقيم، لازم المسافة دي يكون في تكون حاكمها كويس، بحيث ان البايب يكون متعلق، المحبسين، محبس اليد والمحبس الكهرباء يكون متعلقين جوه الغرفة، ويكون في مكان فاضي بين المحبس وبين التربة تحت اللي هتكون موجودة، تمام. يبقى اول حاجه بتعمل بعد ما تركب الكوع بتركب المحبس اليدوي. المحبس اليدوي لو هو بلواكير تمام، لو مش بلواكير هتضطر ان انت تركب محبس لاكور قبل المحبس اليدوي ولاكور بعد المحبس اليدوي في حاله التصميم المواصفه اللي موجوده معايا. بمعنى ان المحبس هنا، المحبس اليدوي هنا، تمام، من غير لاكور، فبالتالي حاطط لاكورين عشان المحبس في غرفة لوحده. طبعا لو في غرفة، لو المحبس اليدوي وغرفة محبس الكهرباء في غرفة واحدة يكفيني محبس في أول الغرفة ولاكور في أول الغرفة ولاكور في آخر الغرفة، تمام. ولكن هنا هو حاطط المحبس اليدوي في غرفة لوحده، فحاطط 2 لاكور، لأن ده محبس نحاس أو محبس بدون لواكير. بعد كده بخش على قطعة بايب، قطعة بايب على الفلتر، والفلتر ده بيبقى على حسب التصميم. الفلتر هنا مايل مش لتحت ولكن مايل على جنب الغرفة، تمام. وبتراعي وانت بتركب الغرفة ان يكون مساحة ما بين الغرفة وما بين ميلة الفلتر كبيرة وواسعة، بحيث ان انت تعرف تفك الفلتر. بعد كده لاكور تاني للمحبس الكهرباء، وبعد كده لاكور للمحبس اليدوي. ملاحظة بسيطة جدا للتصميم دوت، التصميم دوت مش المحبس الكهرباء راكب عكس، المفروض السونلايت يكون من ناحية الليترال مش من ناحية المحبس الجيت فالف. ودي هتاخدوا بالكم منها جدا 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 جدا، لان بيغلط فيها معظم الفنيين والمشرفين معاك. دي شطارتك كمهندس انك توصل للمنطقة دي. هنا المين لاين جاي من المنطقة دي، فالمفروض السونولايت
اللي هو يركب عليه السلكتين يكون من ناحية الليترال مش من ناحية الجيت فالف. وبعد كده زي ما هنا مثلا هو طالب ان انت كمان تحط بطاقة تعريف للمحبس، يعني داخل المحبس وبره المحبس، يعني على الغطا من فوق او الكفر بتاع الفالف بتاع الفالف بوكس تركب تعريف المحبس، ودي هنبقى نشرحها تاني في فيديو لوحدها. بعد كده احنا دخلنا بكوع 95، هنطلع باتنين كوع 45 عشان الماسورة تنزل لمستوى الحفر اللي موجود عندي، او لو مفيش طبعا، لو الماسورة بنفس مستوى الحفر خلاص مفيش مشكلة، يبقى ما عنديش اكواع بعد الليترال وتمام. فهنا القاعدة اللي موجودة تحت جوانب الغرفة ومش تحت المحبس يكون في خرسانة او تابوك او كواع او قصدي بلوك او قطع خرسانيه تحت جوانب الغرفه وليس تحت المحابس. تحت المحابس بتكون طبقه من الزلط تمام موجوده تحت المحبس. كده نكون خلصنا معظم الحاجات اللي احنا بنتكلم حاليا لحد الان. ان شاء الله استنونا في حلقه جديده، وهنرجع للسبوره تاني عشان يبقى خدنا من الكتاب ورحنا وكمان للشرح. استنونا. اتمنى اللي وصل معايا لحد الفيديو هنا يدعم القناة، يكتب في التعليق سؤال مهم، يديني كومنت يساعدني ان انا اشرح اكتر، ويديني داتا اكتر ودعم اكتر ان انا اكون معاكم. اعمل لايك، اشترك في القناة، انشر الفيديو لاصحابك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.